هل السمنه هو مرض العصر الحالي؟ قطعا طبعا مرض العصر الحالي، ان احنا ما كناش بنعاني من كل المشاكل الصحيه دي من 100 سنه و150 سنه. بدايه الفاست فود وبدايه السيدنتري لايف اللي هو الحياه الروتينيه الرتيبه، اللابتوب والكمبيوتر، الدنيا كلها بقت سهله، الحياه العصريه يعني. عشان كده هو مرض ادى الى سمنه، وبالتالي بقى هو مرض العصر. يعني احنا ما قبل الستينات وقبل الخمسينات ما كانش عندنا النسب الرهيبه دي، كانت الدنيا احسن من كده بكتير، كانت الناس بتعمل مجهودات بدنيه اكتر. لكن دلوقتي لا، مرض العصر طبعا بسبب انواع الاكل اللي بناكلها، الحياه السيدنتري او الرتيبه خلى الدنيا وزنها يزيد بزياده شديده جدا، ادى طبعا انها مرض العصر، ومرض مركب ومرض فيه فاكتورز كتيره جدا، حاجات نفسيه وحاجات سيكولوجيه وحاجات مشاكل في الغدد احيانا ومشاكل جينيه. مرض مركب جدا بيؤدي الى امراض مركبه عديده في كل اعضاء الجسم. زي ما حضرتك عارف طبعا، يؤدي الى السكر، يؤدي الى الضغط، زي ما شفنا في الفيديو، فيديو اكتر من رائع، ان ناس كتير جدا بتفتكر ان انا ما بنامش كويس ده بسبب ان انا عندي مشاكل بقى في زوري، مشاكل في نفسي، ويبداوا يروحوا لدكاتره انف واذن وخلافه، وهو السبب الرئيسي هو زياده الوزن. يعني حتى وبعدين ما حضرتك عارف طبعا، ما بنامش كويس، ما بعرفش اشتغل كويس، ما بعرفش اخد كفايتي من النوم، انتاجيتي بتقل، مشاكل بقى قلب، مشاكل ضغط، سكر، مفاصل، ركب. طبعا مرض كبير مركب جدا، بيؤدي الى امراض مركبه، بيؤدي الى ارتفاع نسب الوفيات. مشكله كبيره طبعا.